جماعة شكل الاندومي بتاعنا بعد ما خلص يا رب يكون عجبكم. بجد يا جماعة طعمه حلو جدا و يعني بجد احلى بكتير من اللي بتجيبوه من بره ومفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. فيديو النهاردة يا جماعة هنعمل فيه حاجة حلوة جدا. احنا بنجيبها من بره ممكن تطلع مضرة ويعني مش مفيدة للأطفال. احنا هنعملها بطريقة سهلة جدا النهاردة. هي الاندومي. هنعمل طبعا الاندومي معانا عشان خاطر الأطفال اللي بتحب الاندومي وبتشتريه من بره وهو مضر والكلام ده. فهنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا بالمكرونة الاسباجيتي عشان خاطر يبقى مفيد لأطفالنا وما يتعبوش منه. اول حاجة هنحتاج لكيس مكرونة سباكيتي ستار او اي نوع انتوا حابينه، بس لازم يكون سباكيتي عشان يحسوا اطفالك ان هو فعلا اندومي. والتوابل طبعا معانا هنحتاج كركم، معلقة كبيرة كركم، حوالي معلقتين صغيرين بابريكا. وطبعا الشطة حسب رغبتك، لو انتي اطفالك صغيرين بلاش تحطي شطة او حطي حبة بسيطة بس دي طعم كده. بس انا يعني عشان احنا بنحبها مشطشطة فهنحط معلقتين شطة صغيرين، وطبعا مكعبين مرقة ونص معلقة فلفل صغيرة، فلفل اسود. وطبعا الزيت هنحتاجه اكيد عشان خاطر نشوح فيه التوابل دي. هنبتدي دلوقتي نسلق مع بعض المكرونة، ويلا بينا عشان نسلقها. بصوا يا جماعة انا هنا بغلي مية، حطيت عليها طبعا الملح من غير ما اكسرها، انا بحبها طويلة. هروح نازله بالمكرونه بالشكل ده، نازله بالمكرونه كلها وهسيبها. هي اول ما تستوي هتبتدي ان هي تنزل معانا في الحله. بصوا هي اول ما تستوي هبتدي اروح عندها كده، هتلف جوه الحله وهينزل كله. بصوا يا جماعه كده هي دلوقتي بدات ان هي تنزل جوه الحله. هبتدي دلوقتي، بصوا هي بتبتدي تستوي في النص اللي من تحت في الميه. ابتدي دلوقتي احاول ان انا انزلها كلها جوه الحله عشان خاطر تاخد نفس السوا. زي ما انتم شايفين كده اهي كلها نزلت. بصوا كده نزلت كلها في الحله. تبقي طبعا طلع من هنا عشان خاطر ده مش مستوي. اول بس ما يبتدي يطرى كل ده هينزل في الحله. بصوا يا جماعه كده المكرونه بتاعتنا استوت زي ما انتم شايفين كده. بصوا استوت خالص، والملح طبعا اكيد مظبوط. لازم تدوقوا الاول عشان خاطر تعرفوا ان الملح مظبوط. نبتدي دلوقتي نصفيها ونشوف هنعمل ايه مع التوابل. انا دلوقتي هبتدي اصفي المكرونه زي ما انتم شايفين كده. انا كده صفيت المكرونه بعد ما اتسلقت. هنبردها طبعا عشان خاطر ما يبقاش سخن جامد، نبردها اكيد. بس هنبتدي دلوقتي نشوف هنعمل ايه مع التوابل. بعد يا جماعه ما صفيت المكرونه بتاعتي هبتدي دلوقتي اعمل التوابل. هحط الاول حوالي معلقتين كبار زيت بالشكل ده قبل ما يسخن، يا دوب ثانيتين بالظبط التوابل وتحطوا على طول الميه. انا هنزل دلوقتي بالتوابل كده من غير ما الزيت يسخن، يا دوب هفتفت المرقه بتاعتي خلاص زي ما انتم شايفين كده. انا يا جماعه دلوقتي بكسر المرقه زي ما انتم شايفين كده، لازم تتكسر خالص. كل التوابل تسخن مع الزيت. ابتدي بعديها كده بعد ما اكسر المرقه هحط الميه عشان هي دي اللي هتعمل المرقه، يعني تخلي الميه دي تبقى شوربه. زي ما شايفين كده انا خلصت. بعد كده انا بعد ما خلصت التوابل كلها واندمجت مع بعض هبتدي انزل بالميه زي ما شايفين كده. ميه سخنه او بارده عادي، كده كده هسيبها تغلي.
انتوا شايفين حوالي يعني كوبايتين ميه على الكميه بتاعه المكرونه اللي انا عاملاها اهو. احط كوبايه تاني، نحط كوبايه تاني من الميه عشان خاطر تبقى الكميه مظبوطه. طبعا لازم تدوقوا الملح عشان خاطر ما تطلعش مش مظبوطه معاكم. هسيبه يغلي وبعد كده هحط المكرونه عليه. زي ما انتوا شايفين يا جماعه كده الميه غلت بالتوابل بتاعتها كلها. هنبتدي دلوقتي انزل بالمكرونه، زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده عشان ما تنزلش تطرطش عليا. هقلبها طبعا كويس جدا. هي بصوا طبعا متماسكه في بعض. هقلبها كويس قوي مع بعض كده عشان خاطر تاخد الطعم من التوابل. انتوا شايفين كده اهو خدت اللون الاصفر الجميل بتاع الكركم اللي انا حطيته. طبعا يا جماعه انتوا ما يغركوش الشكل ان هو حلو، الطعم احلى بكتير احلى بكتير. يعني الشكل ده مش مقياس، طعم بجد فظيع. انا مش بجربها اول مره معاكم، انا عملتها قبل كده وقلت لا لازم اصورها لكم. بصوا الشكل كانها اندومي بالظبط، يعني ولادكم هيفتكروها اندومي بجد فعلا. شايفين تغلي بس غلوه بالمكرونه وبعد كده هطفي عليها وهنقدمها وهتشوفوا شكلها الروعه ده عامل ازاي. ده يا جماعه شكل الاندومي بتاعنا بعد ما خلص. يا رب يكون عجبكم بجد يا جماعه، طعمه حلو جدا و يعني بجد احلى بكتير من اللي بتجيبوه من بره ومفيد وكل حاجه. بس وبكده بيكون فيديو النهارده خلص. بتمنى يكون عجبكم. وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. تكتبوا لي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم والفيديو عجبكم ولا لا. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.